العربية. كرة ملعوبة للنصر، قد تكون لباستوس، لعبها لخالد الزيلعي، الزيلعي مشاها لحسني عبد ربه سبق وللمصريين أن توجوا مع الهلال. لو تذكرون المهاجم المصري اللي توج معاهم في مباراة الوحدة لما فاز الهلال ب5 أهداف مقابل لا شيء. الشلهوب وعلى موعد مع التاريخ في مباراة اليوم. نعم هو من الفريق الأول، طبعا الفريق الأولمبي يحقق البطولة على حساب الهلال في بطولة كأس الأمير فيصل دون 23 سنة بمشاركة 3 لاعبين، لكن الفريق الأول والله غبت فترة طويلة يا نصر، غبت فترة طويلة. كرة ملعوبة حسين والشلهوب، يا سلام يا سلام، الله عليك يا ابو بندر، الله عليك يا الشلهوب، خبير على خبير، لكن الخبير الازرق محمد الشلهوب تقدم بشكل رائع. وعبد الفرج وين الفرج؟ لم تفرج حتى الان، لا على هذا ولا على ذاك، لكن هذا هو اللعيب. شلهوب مشاها، قرني نقلها، كرة على الجانب الايمن ياسر الشهراني، متوقع حدوثه، وبالتالي ممكن تشاهد يوبيونغ في تبديلات زلاتكو القادمه. كرة ملعوبه، يعني حتى ياسر الشهراني بالنسبة للهلال أيضا لم يقدم الإضافة في منتصف الملعب، وبالتالي سالم الدوسري قد يكون مرشح أو نواف العابد. في جانب النصر راح نتحدث. كرة ملعوبة الآن على يا سلام، لم يظهر كثير محمد ووزية، محمد هو اللي راح يلعبها، لكن بيسيطر عليها عبد الله العنزي البطل. والآن الدقيقة 117، شلهوب والعنزي، محمد في المرمى، الله للتاريخ يا بطل التاريخ، للقياسي يا رمز القياسي، للشلهوب محمد. 25 بطولة، 10 بطولات لكأس ولي العهد. محمد إعجاز، محمد امتياز. أبو بندر جاب الخبر في مرمى النصر وأعلن من ركلة جزاء عن هدف للزعيم للموج الأزرق للسادسة على التوالي. محمد الشلهوب، وكأن التاريخ يريده، وكأن الأرقام تريده، وكأن المجد يريد نجم المجد محمد الشلهوب. هذه الركلة سيصبح قاب قوسين أو أدنى من التتويج بهذه البطولة. عبد الله العنزي لا زال يمارس ضغوطه على لاعبي الهلال، ومحمد الشلهوب هو اللي راح يشوت. زلاتكو وين قاعد؟ قعدت المباراة خلاص، ما عاد فيها أعصاب، قعد الريال، قعد الشلهوب وعبد الله العنزي. محمد شلهوب بيلعبها في المرمى، اقترب الزعيم كثيرا لأنه ينتظر من ركلتي النصر إما ضياع وحده وإما تسجيل الركلة الأخيرة. وحسين عبد الغني الآن هو اللي راح يتقدم. حسين عبد الغني، بات الهلال قريبا من السادسة على التوالي